السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين بقى بقسماط، مكملين بقى في معجنات المدارس كده. برضو عايزين نعمل بقى حاجة كده للولاد، يفطروا بيها الصبح معاهم. يفطروا بيها الصبح أو ياخدوها معاهم أي حاجة، أو احنا بقى عايزين نعمل كوباية شاي كده وسموتين كده ونفطر بيهم أو نتعشى برضو. شايفين ما شاء الله البقسماط ناجحة وهشة وخفيفة وطعمها تحفة. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ولايك وشير كده وشجعونا كده بدعوة حلوة. اولا نسمي بسم الله. انا هعمل هنا كمية صغيرة، هعمل نص كيلو دقيق. طبعا لو حابين تضاعفوا الكمية مفيش مشكلة، فاحنا هنعمل كده الكمية ديت على لنص كيلو دقيق. معايا نص كيلو دقيق نخلة طبعا. هحط عليه نص معلقة ملح، معلقة سكر، معلقة خميرة فورية، ظرف فانيليا، معلقة بيكنج باودر. يبقى كده المواد الجافة نص كيلو دقيق، معلقة سكر، نص معلقة ملح، معلقة بيكنج باودر، معلقة خميرة، ظرف فانيليا. هنقلب بقى المواد الجافة كده مع بعضها. ومعايا نص كوباية زيت، نص كوباية صغيرة مش كتير يعني، او ربع كوباية لو الكوباية كبيرة شوية. هنحط بقى ايه كوباية مية برضو صغيرة، مش عايزين ايه نحط مية يعني سوائل كتير على ما نشوف نعجن العجينة، لان انا عايزة عجينة متماسكة، مش عايزة عجينة لينة خالص. البقسماط مش عايزة عجينة لينة، عايزينها عجينة متماسكة، مايلة للنشفان كده، مش عايزينها لينة خالص. احنا عجينة البقسماط عايزينها مايلة لانها تكون عجينة يابسة شوية. انا هحط بقى الزيت والمية كده، المية دافية طبعا علشان تنشط معايا الخميرة. وهبدأ اعجن بقى العجينة كده معايا. احاول اعجنها كويس، يعني اهم حاجة في عجينة البقسماط انها تتعجن كويس. فطبعا ما عرفتش اتمكن فيها في عجنها كويس في الطبق، علشان مش عايزة احط لها سوائل، عايزاها تنعم معايا وفي نفس الوقت مفيش فيها سوائل، مفيش فيها مية كتير، عايزاها ايه تكون ناشفة كده عشان تدينا نتيجة حلوة. فهحط المفرش كده وهبدأ بقى ايه ألفها كده وادخلها في بعضها والمها وادخلها في بعضها والمها كده لحد ما تنعم معايا. وتبقى ايه عجينة يعني ناعمة، مش طرية مش لينة، لا ناعمة بس كده. والمية ايه بتاعتها تكون حلوة. هحطها بقى في الطبق لحد ما اخدمها حلو، واسيبها ايه لحد ما تخمر. احطها في الطبق زي ما هي كده واسيبها تخمر. طبعا هي خمرت معايا كده ما شاء الله. انا مش ههبطها ولا حاجة، هاخد منها على طول واشتغل. معايا هنا كوباية سمسم، حطيت عليها معلقتين مية بس خفاف، حاجة بسيطة كده، نسمتها بس بالمية زي ما بنقول ننسم السمسم بالمية بس بحاجة بسيطة، معلقتين 2 مية بس كفاية. ننسم السمسم كده علشان ايه ما يفرطش معايا، يعني اقدر ايه اشتغل بيه. وهاخد من العجينة زي ما هي كده، مش ههبطها ولا حاجة، هقطع منها بس على قد التقطيع زي ما انا باخد كده منها على طول، مش ههبطها علشان تشتغل معايا كويس ما تغلبنيش. وهبدأ بقى افتلها كده، ارولها كده زي ما احنا شايفين، زي البقسماط كده، ما بتاخدش اي وقت معانا. وطبعا معايا السمسم، هاخد كده بعض السمسم وارش كده عليها، مش عايزة السمسم كتير. لو انتوا حابين السمسم كتير ممكن تشيلوا القطعة كده زي ما هي مفتولة كده، تحطها في قلب السمسم. بس انا مش حابة يبقى فيها سمسم زيادة يعني، عايزين يبقى السمسم فيها يعني نوعا ما مش كتير، يعني لا كتير قوي ولا قليل، يبقى حلو كده. فهاخد شوية كده وارشهم على السميطة كده، وهلفها كده في المفرش. بتشرب على طول بتاخد السمسم يمسك فيها على طول، لان السمسم عليه مية. وكمان العجينة معايا طرية شوية، فبتشرب على طول، بتاخد السمسم بيلزق فيها على طول يعني. فهناخده كده نرش بقى شوية كده ونلفه على طول على السمسم، هيقوم لازق في العجينة على طول. ونرصه بقى في الصاج بحجم الصاج اللي احنا عاملينه اللي عندنا.
طبعا هنرول السميد كده بالطول، وهنحطه بقى في الصاج زي ما احنا شايفين كده بكف الايد كده، يعني مش شرط حجم معين يعني، بس طبعا مش عايزينها تخينة قوي يعني، علشان ايه تبقى معانا حلوة يعني، هشة وحلوة كده نعرف ايه ناكلها، وطبعا لسه هتضاعف حجمها. فيعني عايزينها حجم مظبوط كده زي ما احنا شايفين. عمل معايا الصاجين دول كده. نخلي بقى مسافات كده زي ما احنا شايفين، ونسيبها بقى لحد ايه ما تختمر بقى من تاني. وبعد ما تختمر بقى، انا عندي الصاج ده كبير شوية، فطبعا السميت هتبقى كبيرة شوية، فايه فهقطعها بقى نص من النص كده زي ما احنا شايفين بالسكينة. حاول بالراحة كده علشان ايه تبقى متساوية معايا. طبعا هو كده اختمر تاني عشان يبقى هش معايا. وطبعا هدخلها بقى الفرن على اقل درجة في الفرن، يعني احنا عايزين النار هادية خالص، وهنحط الصاج على اعلى رف في الفرن علشان ما يستويش بسرعة. احنا عايزين يستوي بالراحة على الهادي كده زي ما بنقول، علشان ايه يدينا نتيجة كويسة، ويبقى ايه ناشف وحلو كده مقرمش وجميل كده. طبعا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله طلع معانا بكل سهولة، وسهل وخفيف ولذيذ كده وطعمه حلو. وما اخدش معانا مقادير كتير ولا اي حاجة ولا مجهود. حاجة بسيطة كده وسهلة نعملها الولاد بقى يفطروا بيها الصبح كده مع كوباية شاي، اللي مش حابب يفطر او ياكل بتبقى حاجة خفيفة كده ما شاء الله. جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش بقى بدعوة حلوة ولايك كتير كده، وتشيروا الفيديو كده علشان نستفيد كلنا. وتدعمونا بقى علشان نعمل وصفات تانية معاكم كتير حلوة وبسيطة وسهلة، نقدر نعملها كلنا في البيت بكل سهولة. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم، ربنا يحسن ما بين ايديكم.